السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعيني في كل مكان، أتمنى دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. وطبعا لزوم السحور لازم يكون موجود على السفرة بتاعتنا الجبنة، وهنعمل مع بعض النهاردة الجبنة الفلاحي بطريقة بسيطة جدا ومكونات مفيش أبسط منها، بس بجد طعمها في النهاية تحفة جدا. يلا بقى نسمي الله. هنجيب الحلة بتاعتنا وهنحضر فيها 2 لتر من الحليب أو اللبن، واللبن هنا عندي لازم يكون بلدي. هغليه واسيبه لما يهدى درجة حرارته خالص، يعني اقدر ان انا اتحملها بصبعي كده زي ما حضراتكم شفتوا، زي بالظبط رضعة البيبي. وكل لتر من الحليب هنستخدم معاه معلقة كبيرة من الملح. هنحط كده معلقتين كبار من الملح، وهبدأ ان انا اقلب او ادوب الملح مع اللبن كده تقليبة سريعة علشان الملح كله يدوب مع اللبن. تمام كده. والمكون الأساسي بقى اللي عليه الدور هنضيفه دلوقتي مع مكوناتنا، وهي الأجزة أو المنفعة، ودي لازم علشان الجبنة معانا تبقى جميلة جدا. هنستخدم بقى الأجزة كده أو المنفعة، ودي بنجيبها من عند أي عطار. هنستخدم 3 معالق كبار من المنفعة، والمنفعة إما سايلة كده زي اللي أنا مستخدماها، وفي منها بودر برضو. هحرك بقى كده أو أقلب تقليبة بالراحة جدا، وبعد كده أغطي عليها وأسيبها حوالي ساعتين كده على الرخامة في المطبخ لغاية ما تتجبن معايا أو تتماسك معايا. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين، مفيش أبسط ولا أسهل من كده. هغطيها بقى كده بغطا الحلة بتاعنا، وهسيبها حوالي ساعتين زي ما قلت لحضراتكم. بعد الساعتين هفتح عليها أشوفها أو أبشرها. هلاقيها لو لقيتها فصلت من جوانب الحلة يبقى هي كده تمام معايا وزي الفل. لسه ما فصلتش هسيبها كمان نص ساعة. تمام كده زي ما حضراتكم هتشوفوها معايا دلوقتي. هفتح كده غطا الحلة بعد مرور الساعتين، هلاقيها بصوا من جدران الحلة كده هتلاقيها فصلت، وبدأ الشرش بتاع اللبن ينزل في او يبقى واضح ان هو سائل يعني. تمام كده هي جاهزة معايا. هبدأ بقى ان انا اجيب الأداة بتاعتي اللي هحط فيها الجبنة علشان تدينا الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو. وهي حاجة كده اسمها البقوط، بنجيبها كده من موجودة ومتوفرة يعني في الأسواق، وأسعارها رمزية جدا، زي فكرة الحصيرة اللي بنعمل بيها الجبنة القريش. تمام كده هبدأ بقى ان انا افضي كل اللبن بتاعي او الجبنة بتاعتي اللي خلاص بقت جبنة خلاص اهو، هحطها فيها. وطبعا يعني همليه للنهاية علشان يديني في النهاية قرص سميك كده وحلو نقطع منه براحتنا. طيب لو ما عنديش البقوط ده اعمل ايه؟ عندك مصفى عادي في المطبخ، بتحط عليها قطعة من الشاش او قطعة من القماش القطن عندك في البيت، بس طبعا تكون نظيفة خاصة بالمطبخ، وتستخدميها تحطيها في المصفى وتكبي كل المكونات بتاعتك دي فيها، وهتبدأ ان هي تصفي في المصفى بتاعتنا. وطبعا المصفى لازم نكون حاطين تحتها صينية او اي حاجة او طبق غويط كده علشان المية اللي تنزل منه تتصفى في الطبق ده. هسويها بقى كده بالمغرفة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين علشان تديني الشكل متناسق في النهاية. وزي ما قلت لحضراتكم انا حطاها اهي في صينية علشان اي سائل ينزل في الصينية دي. والمية دي ما بتترميش خالص، المية دي تحفة جدا، تقدري تحطيها كده في الفريزر لما تعملي اي معجنات عندك، بجد بتخلي طعمها تحفة بجد. كده هي جاهزة معايا. هسيبها حوالي بقى 8 ساعات كده على الرخامة. هرش بس رشة ملح بسيطة كده من البداية من فوق، وهسيبها بقى حوالي 8 ساعات على الرخامة. وبعد كده احطها في الفريزر في التلاجة. هي كده خلاص اتجبنت معايا ومسكت معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين، والسائل نزل منها كله. تمام كده زي الفل. هبدأ بقى ان انا اخدها كده واحطها بقى في اي طبق عندي علشان نقدمها على طول او نستخدمها على طول. طيب لو عايزة تعيني منها او تخزني منها في التلاجة، بتحطيها في علبة عادي من علب التلاجة، وتحطي عليها السائل اللي نزل منها علشان تفضل محتفظة بطراوتها، ويعني تبقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفينها كده كأنك عاملاها حالا. بصوا بقى القطعة منها بتتقطع ازاي، جميلة جدا، وطعمها بصوا مفيش أنعم ولا أطعم من كده، يكفي إن مفيش فيها أي مواد حافظة ولا أي حاجة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.